مرحبا. مباراة ريال مدريد ضد ريال سوسيداد. شوط أول كان ريال مدريد مستحوذا على الشوط طولا وعرضا إلى غاية طرد اللاعب هويسن مدافع ريال مدريد. هويسن الطرد القاسي والغير صحيح، غير صحيح بكل تأكيد، لأن مدافع ريال مدريد الثاني ميليتاو كان في نفس الخط مدافع هويسن والمهاجم زوبيميندي لريال سوسيداد. نعم. النقطة الثانية كيليان مبابي أصبح المهاجم الوحيد في ريال مدريد الذي يتحرك كأن ريال مدريد يعتمد على نجم واحد. نعم، كيليان مبابي سجل الهدف الأول، صنع الهدف الثاني، وكان هو النقطة المضيئة الوحيدة في هجوم ريال مدريد. فينيسيوس تراجع كثيرا، أصبح لاعب شبح في هجوم ريال مدريد. يعني كل محاولته فاشلة، كل انطلاقاته فاشلة. يعني أصبح شيء من الماضي، نجم من الماضي في ريال مدريد، كأنه لم يوجد في أرضية الملعب. كذلك ميندي قدم مباراة رائعة من الناحية الدفاعية، هو ميندي ثم حارس كورتوا قدموا مباراة رائعة. يعني 3 نقاط التي حصلت عليها ريال مدريد من سوسيداد كان بفضل مبابي وميندي وكورتوا، ولا ننسى كذلك أردا جولر في التحولات الهجومية رائع جدا، يتحرك كثيرا. ثم نعود إلى مدرب ريال مدريد تشافي ألونسو. يعني تعامل بواقعية كاملة، تعامل بالواقعية التامة مع المباراة، أخرج كل العناصر الهجومية وادخل الدفاع لكي يحافظ على 3 نقاط. هنا تعامل بالعقلانية وبالواقعية. حينما يعني بدأت ريال سوسيداد بطغيان هجومي، يعني لولا ذكاء تشافي ألونسو وكذلك الحظ، وقف الحظ بجانب ريال مدريد. أكثر من كرة عادت من خط المرمى. نعم، الحظ كان حليفا لريال مدريد في الشوط الثاني. الشوط الثاني كانت سيطرة واضحة وأكيدة لريال سوسيداد على المستوى الهجومي، وتراجع ريال مدريد كانت تدافع ب8 لاعبين باستثناء مبابي، هو الذي يبقى في الهجوم بوحده كأنه يهاجم وحده. ريال سوسيداد بكل صراحة تراجعت كثيرا هذا الموسم. لو كانت ريال سوسيداد التي كنا نعرفها سابقا لا فازت على ريال مدريد بنتيجة ثقيلة اليوم. نعم، ريال مدريد دفاعيا مثلها مثل برشلونة، دفاعيا ليست على ما يرام. يعني دفاعات ريال مدريد ودفاعات برشلونة هذا الموسم بقيت على ذلك المستوى، فلن يذهبوا بعيدا في دوري أبطال أوروبا، لأن هناك فرق أخرى أكثر تقدما. أرسنال تقدم مستوى رائع، تشيلسي كذلك، ليفربول. يعني الدوري الإنجليزي تطور كثيرا. لا إن بقيت فرق النخبة في إسبانيا بهذا المستوى الدفاعي فلن يفوزوا ولو بمباراة في دوري أبطال أوروبا. نعم، هجوميا هنالك يعني نقاط قوة كبيرة في برشلونة ولا في ريال مدريد. أما دفاعيا فتراجعوا كثيرا في هذا الموسم بالضبط، وفي الموسم الماضي كانت برشلونة أفضل كثيرا من ريال مدريد دفاعيا رغم تلك الأخطاء، رغم أنها كانت تلعب على التسلل. لكن مباراة اليوم أبانت أن ريال مدريد تعاني دفاعيا. هويسن الذي كانت الصفقة التي أراد ريال مدريد أن تنقذ بها دفاعها حصل على بطاقتين حمراوين في 8 مباريات. يعني نسبة حصوله على البطاقة الحمراء 25% لكل مباراة، وهذا رقم كبير جدا لمدافع أساسي. نعم. يعني حصلت ريال مدريد، حافظت على 3 نقاط، فازت بصعوبة كبيرة. ولا ننسى طرد هويسن الذي كان قاسي جدا على ريال مدريد، طرد غير مبرر.
طرد يعني الخطأ هنا ليس للحكم وحده، بل غرفة الفار تتحمل جزء الأكبر من المسؤولية، لأن الحكم من زاويته رأى أن ويسن وزومبيندي متقدمين على المدافع الثاني، لكن هنا غرفة الفار كانت يجب أن تنبه الحكم وأن يعود ليرى الفار لكي يقرر القرار الصحيح. شكرا وإلى اللقاء، نتمنى شي متابعة إن شاء الله، وشكرا.